انا الاندومي، الاعتماد عليا كوجبه اساسيه كتير مليان دهون وملح ومواد حافظه، كلني على خفيف وما تخلينيش الاساس في اكلك. احنا اكياس الاندومي، صوت طعمنا حلو بس الاعتماد علينا كتير بيتعب جسمك، وخلي اكلك الصح هو الاساس. انا خليه متكونه من الاندومي، لما تعتمد عليه كتير بتعرف خلايا جسمك واحده واحده. صحه جسمك مش اكياس سريعه، دي اختيارات بتعيش معاك. ارتفاع ضغط الدم، يحتوي الكيس الواحد على كميات عاليه جدا من الصوديوم الملح، مما قد يرفع الضغط ويؤثر على صحه الكلى. مشاكل الجهاز الهضمي بسبب المواد الحافظه والزيوت المهدرجه قد يسبب تهيجا للمعده، حموضه وشعورا بالانتفاخ. زياده الوزن، غني بالنشويات البسيطه والدهون المشبعه التي تساهم في زياده الوزن دون توفير شبع حقيقي. نقص التغذيه، يفتقر الاندومي للبروتينات، الالياف والضروريات، مما يجعله سعرات فارغه تؤدي لسوء التغذيه خاصه عند الاطفال. لتناول المفرط للنودلز اكثر من مرتين اسبوعيا، زياده خطر الاصابه بامراض القلب والسكري. نصيحه، يفضل استهلاك نصف كميه توابل الكيس واضافه خضروات او بروتين مثل البيض او الدجاج لرفع قيمتها الغذائيه. يزيد الاندومي الشعريه سريعه التحضير، التوحد وفرط الحركه. خلي بالكم من اولادكم وحافظوا عليهم.